زمان لما كنت اسمع كلمة ذاكرة عضلية كان بيجي في بالي ان في نوع جديد من العضلات نزل السوق، عضلات فيها مكان لكارت ذاكرة، او ان مثلا في تمارين معينة بتتعمل عشان تخلي العضلة ليها ذاكرة. قديما كان بيتم الاعتقاد ان الذاكرة العضلية هي عبارة عن قدرة الجسم عن طريق الدماغ طبعا على تنفيذ بعض المهارات الحركية بنفس المهارة بعد فترة عن التوقف من ممارستها، وده اللي كان بيفسر ليه مثلا مهارة زي ركوب العجل عمرها ما بتتنسي حتى لو فضلت سنين ما بتركبش عجل. مجرد ما تركب على عجلة وتقدر تتوازن بتلاقي نفسك بتعرف تسوق العجلة زي زمان، او زي سواقة العربيات مثلا برضو. واللي بعد كده عرفنا ان اسمها نظرية النيورال ادابتيشن ثيوري. النظرية دي حتى الان لسه متمسكة بقوتها وجدارتها، وهشرح لك ليه دلوقتي. اي حركة جديدة بنتعلمها في الاول ما بنكونش عارفين نتقنها بشكل جيد، ولكن مع التكرار والممارسة ده بيخلق جوه المخ وتحديدا في المخيخ، والجزء ده كمان نوع من انواع الذاكرة للحركة دي بنسميه الذاكرة الاجرائية الضمنية او البروسيدجرال امبليسيت ميموري. والنوع ده من الذاكرة بيتحفظ في جزء مختلف من الدماغ بعيدا عن الذاكرة التقليدية العادية بتاعتنا واللي بنسميها الديكليراتيف ميموري او الذاكرة التصريحية. من امثلة الذاكرة التصريحية دي مثلا حاجات بتفتكرها بارادتك زي اسمك ايه وساكن فين واسماء اشخاص واماكن وذكريات بالنسبة لك ممكن تكون مهمة، ولكن اللي يهمنا هو النوع الاولاني من الذاكرة اللي اتكلمنا عليه، الذاكرة الاجرائية او البروسيدجرال ميموري، ودي اللي ليها علاقة بتخزين الانماط الحركية والمهارات اللي بنكتسبها. النوع ده من الذاكرة بيتحسن وبيبقى اقوى بالممارسة المنظمة والمتكررة لنفس النمط من الحركات او التمارين. المميز كمان في النوع ده من الذاكرة انه مش بيحتاج انتباه او وعي منك اثناء تأدية المهام الحركية المتخزنة في الذاكرة دي، وعشان كده وانت سايق مثلا عربية هتلاقي نفسك مش بتفكر بشكل واعي انت هتدوس بنزين او فرامل امتى، وممكن توصل حتى مشوارك ودماغك كانت مشغولة في موضوع تاني، ولكنك وصلت مشوارك والمكان اللي انت رايحه وما حسيتش اللحظة واحدة انك محتاج تفكر ازاي تسوق العربية. وده لان الموضوع بيتم بشكل اوتوماتيكي ولا واعي من ادمغتنا لما بيتم تكرار نفس النمط من الحركة او المهارة. وده بيفسر جزء من لغز الذاكرة العضلية وبيجاوب على جزء من السؤال اللي حيرنا كلنا، وهو ليه لما بترجع الجيم بعد فترة من التوقف عن التمرين بترجع بشكل اسرع لاوزانك القديمة، وكمان بتكتسب كتلتك العضلية الاصلية بشكل اسرع برضه، وده طبعا في حالة انك مظبط اكلك واحتياج جسمك من البروتين. فجزء من الاجابة زي ما قلنا بتكشفه لنا نظرية النيورال ادابتيشن ثيوري عن طريق الاستعانة بالذاكرة الاجرائية الضمنية او البروسيدجرال ميموري. وببساطة لانك في اول فترة من تمرينك زمان مخك حفظ مسار الحركة لكل التمرينات اللي كررتها على مدار مدتك التدريبية بنفس الشكل ونفس الاداء، وبقت محفوظة عندك في الذاكرة الاجرائية دي، وعشان كده لما جيت تتمرن تاني بقى في كفاءة افضل في توصيل الاشارات العصبية، وبالتالي قدرة اكبر واسرع من الجهاز العصبي على اداء التمارين بشكل فعال اكتر من